Mosaic FM بودكاست. مرحبا بكم في سبور إكسبريس. هيئة النادي الإفريقي طلبت من السلطات الأمنية الحصول على 55,000 تذكرة جماهير الفريق في ذهاب الدورة التمهيدي الأول من تشامبيونز ليج الإفريقية نهار الأحد في رادس ضد ستاندا ليفوار. التأكيد والتفاصيل الكل من عند عضو الهيئة المدير الإفريقي رشيد الزمردي. العدد اللي طلبنا 55,000 متفرج، يعني طاقة الاستيعاب القصوى لملعب رادس. الإجابة إلى حد الآن مازالت فماش إجابة، اليوم مازلنا في أول أسبوع، إن شاء الله في قادم الأيام تجينا الإجابة. علاش طلبنا المطلب هذا؟ أولا نعرفوا لكونه النادي الإفريقي اليوم يخوض غمار المسابقة الإفريقية، يمثل نفسه أكيد، لكن يمثل الجمهورية التونسية، يمثل تونس. وقت يحكيوا عليه في وسائل الإعلام الخارجية يقولوا النادي الإفريقي ممثل الدولة التونسية، ممثل تونس. هذاك علاش نعتقدوا اللي كونه أبار لو فات اللي كونه جمهورنا سند المعنوي رقم واحد لنا، احنا نعرفوه لابور نتاعو مورال في المباريات نتاعنا، لكن زادا نعرفوا لكونه الجمهور نتاعنا ستاناتو معناتها ماجور في المباريات نتاعنا. واذا كان باش نشرفوا النادي الافريقي ونشرفوا خاصه تونس، فنتمناو كانوا السلطات تمشي معنا باش تساعدنا باش نشرفوا تونس بالكدا، وهذا ان شاء الله يتمشوا معنا كما شفنا في مباريات على الانديه في البطولات الافريقيه الموسم الفارط بما فيهم النادي الافريقي والانديه الاخرى، وهذا شيء معناتها عادي نشوفوه. خذوا توليرانس معناتها اكبر من اللي ياخذوها في مباريات البطوله، وشفنا لابور معناتها تاع الجماهير في المباريات الافريقيه، نعرفوا الامباكت نتاعهم خاصه على الادفيرسير. فذاك علاش ان شاء الله يكون على الاقل فما تجاوب في النقطه هذه.